الفلوس اللي انت عايش عشان تستفها وترصها، العيال اللي فنيت حياتك ليهم، ملفات الانتقام اللي مالية أدراج عقلك، والناس اللي عايز تثبت لهم حاجات، وسباقات الخيل اللي بتجريها وتراهن فيها على نفسك، كلها اشتغالات يا صاحبي. السلام عليكم. بيقولك يا سيدي، كان في ملك هندي زمان قوي حب يدي جايزة كبيرة لواحد من الرعاية. حط له بقى تحدي مقابل الجايزة دي، اداله جلابية بيضاء، بس مش بيضة عادي، لا، دي ناصعة البياض. وقال له خد الجلابية دي يا وحش وروح بيتك، وبكرة الصبح من بدري تضرب الجلابية وتجيلي القصر. لو لقيتها بيضة زي ما سلمتها لك، انت كده كسبت الجايزة. الراجل قال ايه الرهان السهل دي؟ الملك ده هندي ولا ايه؟ ماشي يا مولاي، نجيلك بيها بيضة، ايه المشكلة يعني؟ روح البيت لقى مراته هتموت وتفتح الشنطة وتعرف ايه اللي فيها، بس هو مش عايز حد يلمس الجلابية. قام قال لها ان الشنطة دي فيها مانجا هندي، ويظهر بقى ان مراته كان عندها فوبيا من المانجا زي الفنان محمد ممدوح، فما قربتش من الشنطة. صحي الراجل من الصبح بدري، لبس الجلابية بتاعته بحذر عشان ايده ما تبصمش عليها، وخرج من بيته وطلع على موقف عبود بتاع الهند، وركب أول ميكروباص، وقعد في آخر الكنبة عشان محدش يخبط على كتفه ويقول له خد 2 من الروبية. الست اللي كانت قاعدة جنبه كانت بردانة تقريبا، فبدأت تعمل معاه نوش عشان يقفل الشباك، ومع إنه كان حران ومخنوق بس قفل لها الشباك واشترى دماغه، بدل ما هي بقى تمد إيديها وتقفله بنفسها فتلمس الجلابية. وهو ماشي حذر جدا، كان في واحد فارش فرشة كده بيبيع عليها تمر هندي، رمى بلاعة عليه وقال له انت خبطت لي الفرشة ودلقت التمر. فصاحبنا ما حبش يدخل نفسه فارتك، قال له يابا احلى مسا عليك، واداله قرشين تعويض وكمل طريق. وفضل طول الطريق يجنب نفسه حوارات وصراعات ما كانش متخيل اصلا انه ممكن يقابلها. كان هدفه الوحيد ان يوصل قصر الملك والجلابية لسه بيضة. كسب الرهان، بس عرف قد إيه الحكاية ما كانتش سهلة. وإنت كمان أكيد متخيل دلوقتي إنها مش سهلة. لكن عارف إيه التحدي الأصعب من تحدي الجلابية البيضة ده؟ التحدي بتاعي أنا وإنت في الحياة. ولا إننا نقعد على أكبر عدد من كراسي السلطة، ولا إننا نحقق أكبر قدر من الإنجازات والمكاسب. كل ده مهم، بس مش أهم حاجة صدقني. التحدي الوحيد هو إننا نوصل في آخر الرحلة عند ملك الملوك وقلوبنا بيضة زي ما استلمناها، إننا نصون العقدة اللي ربنا اتمنى عليها وما نبوظش فيها حاجة، إلا من أتى الله بقلب سليم. خليك عارف إن كل تحدي خارج التحدي ده هو فخ بتنصبه لك الحياة، وتوريطة بتدخلك فيها علشان تسود لك قلبك. المنصب اللي انت مستعد تدفع عمرك كله عشان توصل له، الفلوس اللي انت عايش عشان تستفها وترصها، العيال اللي فنيت حياتك ليهم، ملفات الانتقام اللي مالية أدراج عقلك، والناس اللي عايز تثبت لهم حاجات، وسباقات الخيل اللي بتجريها وتراهن فيها على نفسك، كلها اشتغالات يا صاحبي. الهدف منها إن جلابيتك تتوسخ فتخسر السبق الكبير. سيب الناس يطحنوا بعض في ماتشات الدنيا، وعد انت بعقدتك سليمة، وما تتهزش لو ضحكوا عليك يومين، لأنك بعد كده إن شاء الله هتضحك لأبد الآبدين. وكل سنة وانتم طيبين.